دلوقتي إن شاء الله هنعدّي كده زي على brief سريع كده لأهم النقاط نقدر نقول. تمام. plus برضه هنعدّي على يعني مرحلتين. مرحلة advanced جدًا في الoptimization دي هتبقى قدّام شوية لإنها معتمدة على نماذج اللغة والكلام ده كُلّه. تمام. بس لازم الأساسيات الأول لإن دي مش هتحتاجها إلا في مرحلة متقدمة جدًا، جدًا يعني. تمام. فإيه هناخدها كده بالتدريج لأكتر من نقطة، شوية حاجات يعني هيتعملوا كده زي في الأول أو الأساسيات أو البنية الأساسية للoptimization اللي بيتعمل، ومن ثم الأمر ده ممكن نخلّيه بس في meeting تاني بس هو هيكون أساسي معانا برضه. تمام. والنقاط الأساسية لموضوع عمل التحسين. دلوقتي لحظة واحدة، كده كل الأمور تمام. طيب دلوقتي باختصار شديد بالنسبة لموضوع الoptimization هو أول حاجة يعني واحد من أكبر المشاكل اللي أنا باشوفها واللي أعتقد يعني إن الأغلب يعني شافها أو يمكن هو قد يكون بيعملها من غير ما ياخد باله، وهو الاعتقاد الشائع بإن دلوقتي أنت كحد شغال SEO كل الشغل عبارة عن إن أنت تنزّل مثلًا منتجات أو تشتغل على منتجات أو تنزّل مقالات أو تحسّن أو شكرًا كده. تمام. بس هو فعليًا النتائج اللي بيتم عملها دي كلّها مهما كان الرسم البياني بتاعك في search console قاعد بيطلع. تمام. فهو هييجي له يوم وينزل. لإن دلوقتي أنت لمّا بتكون مثلًا كمثال يعني هنجيب مثال على الkeyword دي وكأن هنشتغل عليها النهارده عامةً. دلوقتي كمثال يعني، أنت بقيت متصدر في النتيجة الأولى في الكلمة دي، فأنت النتايج اللي أخدتها في النتيجة الأولى جميع المنافسين بتوعك انخفضوا فيها، فبالتالي هيلفت أنت كده بتلفت انتباههم إن عندهم انخفاض وبالتالي هيحاولوا يسترجعوا النتايج بتاعتهم. فعشان كده الموضوع بتبقى في دوامة لا نهائية من الoptimization اللي بيتعمل. تمام. وعشان كده هنجاوب على السؤال الأهم، وهو موضوع إيه أهم السيناريوهات اللي ممكن نتكلم عليها في شغل التحسين، وإمتى هيتعمل وإمتى هتسيبه والكلام ده كله. تمام. لأن في بعض الناس يعني ممكن إن هو ما يبدأش تحسين أو ما يبدأش إن هو يعدل الشغل القديم إلا لما يلاحظ إن هو بالفعل بدأ ينخفض. أنت كده يعني الأوان فات بقى خلاص كده. تمام. دلوقتي عندنا أكتر من سيناريو أو أنا باقسّمهم 4 سيناريوهات، بس كل حد قد يكون ليه تقسيمات أخرى يعني مختلفة، بس أنا بالنسبة لي باقسّمهم ال4 سيناريوهات دول. تمام. أول حاجة السيناريو السنوي الروتيني. تمام. أول حاجة بالنسبة لي يعني أنا كأحمد في الشغل بشكل عام يعني، لازم أي موقع أيًا كان حتى لو كانت نتائجه كلّها مستقرة وحتى لو كل حاجة زي الفل، ما ينفعش يعدّي سَنة بدون ما يكون في إعادة كاملة على content الموقع والشغل عليه من أوله لآخره. تمام. زي كده في جدول من تحسين المحتوى للkeywords الجديدة، للtechnical لو في مثلًا مشكلة في السيرفر، للbacklink ده بتبقى حاجة روتينية بالنسبة لي. تمام. فأعتقد إن هي هتبقى ثابتة للجميع، فمش مش هنخوض في تفاصيلها كتير لأنها باختصار شديد بتقول إن أنت عندك مثلًا هتشتغل على مدار سنة أو عندك project مثلًا مدته سنة. تمام. بعد ما بتخلّص الشغل بتاعك بتبدأ تعيد عليه عشان تحاول تحافظ على النتايج بتاعتك. فده سيناريو مفروغ منه هنعديه. السيناريو التاني بقى وهو ده الأهم اللي هنقف عنده بقى شوية. تمام. وهنعدي على أكتر من tool برضه هنحتاجها في الoptimization دلوقتي يعني بشكل عام. دلوقتي عندنا موضوع سيناريو الانخفاض بسبب المنافسة. السيناريو ده باختصار شديد بيقول إن أنت هنا عندك جميع الkeywords اللي أنت بتاخدها أو جميع الtraffic اللي أنت بتاخده، الtraffic ده باختصار شديد تم خصمه من منافس أو 2 أو 3 ليك. تمام. لأن الحصة اللي موجودة في الsearch سواء من مستخدم أو من بحث أو من clicks أو من مشاهدات حتى لو يوتيوب أو أيًا كان، الحصة دي بتكون شبه ثابتة. تمام. طبعًا مع زيادة السكان والكلام ده كله بس بيكون لها range. تمام. الrange ده مهما كان كل ما بيزداد عدد المنافسين وكأن بيكون في ناس أكتر بيس بي بي بيصارعوا على التورتاية اللي موجودة اللي هو الtraffic اللي موجود. فأنت لمّا بتاخد traffic أكتر تلقائي ده بينخصم من عند حد، فبالتالي المنافس ده هيحاول يحسّن. زي ما أنت قاعد بتراقب المنافسين اللي موجودين في السرب هنا وعاوز تطلع عليهم، هم كذلك فيهم 1 أو 2 أو 3 أو كلّهم بيحلّلوك وبيشوفوا عشان يطلعوا عليك. فده عندنا أول سيناريو. تمام. طيب السيناريو ده هتعرف تقيّمه إزاي أو هتعرف تشتغل عليه إزاي؟ تمام. السيناريو ده باختصار شديد هتعتمد على الposition tracking. تمام. أنا دلوقتي باختصار شديد أنا يعني مش باقتنع بأي شغل SEO من غير position tracking يعني دي حاجة أساسية. تمام. دلوقتي أنت عندك أي tool عندك الtool دي وعندك طبعًا SEMrush وHref وNailPatty كل الtool تقريبًا المشهورة موجود فيهم الposition tracking. أكيد الكل يعرفه بس إحنا هنعدّي على كام نقطة مهمة بس يخصوه. تمام. دلوقتي الposition tracking باختصار شديد إن أنت المقارنة اللي أنت بتشوفها من Google search console أو الdata اللي بتاخدها من search console بتكون كمية data غير كافية إطلاقًا. search console عبارة عن رسم بياني وبتبقى تايه في 1000 أو 2000 كلمة عندك، بتبقى الدنيا بالنسبة لك صعبة. فأنت هنا بتلجأ للposition tracking زي اللي موجود في الtools دي.
تمام. دلوقتي انت عامل بوزيشن تراكنج من اي تول من التولز اللي موجوده، ودي برضه تول كويسه خالص هنتكلم عنها برضه. تمام. عندك مثلا 100 كي وورد كمثال يعني. ال 100 كي وورد دول لازم يكون في تول معينه بتروح بتعمل بحث على الكي ووردز دي، وبتشوف لك ترتيبها، وبتشوف لك مين اللي بيطلع ومين اللي بينزل، عشان انت تبدا تحلل الموضوع اول باول، وتشوف مين المنافس اللي بيطلع عليك ومين المنافس اللي بينزل والكلام ده كله. عندك اشهرهم دول، عندك سيمرش اللي طبعا غني عن التعريف، وعندك اتش ريف غني عن التعريف، وعندك برضو سباي سيرب برضو مشهوره جدا يعني. كانت اقتراح من احد الاصدقاء، ومن وقت ما اقترحها عليا وانا لحد دلوقتي بستعملها يعني. تول يعني حاجه ممتازه جدا جدا. باختصار شديد كلهم بيتمحوروا تحت نفس الفكره، ان انت بتحط الكي وورد بتاعتك، بتحدد الدوله اللي انت عاوز تشوف السرب موجود فيها ازاي. تمام. وبتحدد سواء بينج موبايل قصدي، او لابتوب، او بينج، او جوجل، او ايا كان. مثلا كمثال يعني موجود في السكرين شوت هنا واضحه طبعا، كلهم على فكره كل تول التراكنج شغالين بنفس الفكره. صح، ممكن تبقى واحده فيهم مميزات اكتر او اقل، بس بالكامل كلهم نفس الفكره. مثلا هنا تمام، عندك مثلا ان انت يوم 22 فبراير كنت في ترتيب 13، يوم 24 بقيت في ترتيب 15. بتكليك عليها بيبان لك انت مين المنافس اللي طلع، مين اللي نزل، اللي طلع ليه، واللي نزل ليه، وهكذا. تمام. فدي حاجه لازم تبقى موجوده عندك عشان تعرف امتى تبدا تاخد خطوه الانخفاض بسبب المنافسه. لان انت لو بتعتمد في شغلك على جوجل سيرش كونسول، انت فعليا مش هتبدا تاخد بالك ان انت عندك مشكله الا لما تكون انخفضت بثلاث او اربع او خمس او ست نتائج، لما تلاحظ دروب كبير. بس البوزيشن تراكنج اللي انت بتعمله ده بينبهك ان انت لو انخفضت ولو لنتيجه واحده، مجرد ما بتفتح الريبورت بتاعك من اي تول من التولز اللي موجوده، بتلاحظ ان في ارقام بدات بلون احمر كده قدامك، فانت كده بتعرف ان عندك مشكله. مثلا في اتش ريف هنا بتلاقي مثلا ان انت موجود عندك ايه، ان عندك من واحد عندك 117 كي وورد في النتيجه من 1 ل 3. تمام. عندك مثلا 217 كي وورد في النتيجه من 4 ل 10. سالب 4 يعني عندك اربع كي ووردز انخفضوا من الترتيب ده. فانت بتبدا بقى تشوف الاربعه اللي انخفضوا دول ليه انخفضوا امتى، وهبدا اخد خطوه ان هم محتاجين تحسين ومحتاجين تعديل امتى. تمام. انا بستعمل زي ما قلت، انا بستعمل سباي سيرب. للاسف مش هينفع اعرض اللي فيها بسبب البيانات بتاعه المواقع وكده، ولكن ايه الصور دي يعني وضحت البيانات اللي احنا عاوزينها يعني بالكامل يعني. تمام. فدلوقتي انت عندك الثلاثه دول، لازم طبعا تكون شغال على واحده منهم. ولو مش بتستعمل بوزيشن تراكنج، فيعني نقدر نقول ان انت الشغل كده دلوقتي ماشي في سكه ان هو مش صح. تمام. دي كده اول جزئيه. الجزئيه اللي بعد كده موضوع السيناريو الانخفاض بسبب التحديثات. السيناريو ده انت مش محتاج فيه بوزيشن تراكنج، لان النوع ده من السيناريوهات هتلاحظ ان حصل عندك دروب كبير في جوجل سيرش كونسول، فانت هتعرف تلقطه بكل سهوله يعني. تمام. فعشان كده السيناريو بتاع المنافسه هو اكتر سيناريو بتحتاج فيه بوزيشن تراكنج. تمام. برضو مش هنستفيد فيه كتير، لان احنا كنا شارحينه قبل كده، لو انت انخفضت في تحديث بتعمل ايه والكلام ده كله. السيناريو اللي بعد كده عندك موضوع ان انت عندك استقرار، او البوزيشن تراكنج جايب ان انت نتائجك تعتبر كويسه، بس انت مثلا مش حابب تبقى ترتيب تاني او تالت، لا انت عاوز اول، او عاوز حتى لو تاني عاوز تبقى اول، عاوز تالت عاوز تبقى تاني، او ايا كان عاوز تعمل تحسين وخلاص. تمام. فكل سيناريو من دول بيكون ليه بلان منفصله، وبيكون فيه آلية شغل منفصله عن الشغل التاني. تمام. هنشرح بقى الآلية هنا، بعدها هنرجع للبوينت دي تاني، لان في بعض السيناريوهات هنا ليها آلية شغل لو عملتها في سيناريو تاني انت ممكن تخفي المقال اصلا بالكامل، او المنتج بالكامل. هنيجي بقى ناخد الخطوات دي بقى ايه، خطوه خطوه هنتكلم عنها. دلوقتي اول حاجه طبعا، بما ان انت هتبدا تختار حاجه عشان تشتغل عليها، ده برضو ده كود او ده شيت يعني عامه هشاركه معاكم. انت كده كده هتعمل منه نسخه خاصه بيك هنا، وهتاخدها وهتشتغل عليه. الكود ده باختصار شديد، ده انت مثلا بتحمل مقارنه 28 يوم من جوجل سيرش كونسول. الناس اللي متابعه من زمان اكيد عارفين عارفين الشيت ده يعني وكده، واتكلمنا عنه اكتر من مره. باختصار شديد ان انت لما بتعمل انالايز داتا هنا، بيبدا يعرض لك زي مقارنه سريعه من جوجل سيرش كونسول، بيقول لك ايه اللي انخفض وايه اللي ارتفع بنسبه كام. تمام. ده موقع عندي انا، بس كاتب ماسح اهم الصفحات وكاتب مثال عشان ما ينفعش اعرض بس لينكات. بس انت لو واخد بالك هنا، تمام، اخر 28 يوم النقرات وال 28 يوم اللي قبلهم، يعني مثلا الصفحه دي فيها نمو بنسبه 89%، الصفحه دي فيها 233، الصفحه دي 11، الصفحه دي 120%، الصفحه دي كذا. لو انت عندك صفحه فيها انخفاض هتلاقيها بلون احمر، مثلا زي دي عندي فيها انخفاض بنسبه 69 قول 10%. تمام. فانت دلوقتي طول ما عندك نمو، بتسيب الحاجات دي لحد ما انت تخليها من ضمن المرحله بتاعت ان انت سيناريو عندك استقرار وعاوز تحسين. بس السيناريو اللي انت، او السيناريو العاجل اللي انت هتبدا فيه تطلع عليه البلان، هو السيناريو ده. دلوقتي انت عندك البيج دي كمثال يعني انخفضت. طيب انخفضت بنسبه كام؟ بنسبه 10%. اول خطوه هتاخدها هنا ان انت هتحلل هل البيج دي انخفضت لان اصلا البحث انخفض،
يعني مثال، في بعض المواقع مثلًا بتكون مواقع شغالة في مجالات ليها علاقة بالدراسة والكلام ده كله، بتلاحظ إن المواقع دي بتيجي في فترة الدراسة بيحصل عندها يعني ارتفاع 100 و200%. ده شيء طبيعي لإن المواقع دي هو ده الموسم بتاعها. بس برضه في نفس الوقت برضه لمّا ييجي الموسم ده يخلص هتلاحظ إن كل الأرقام دي عندك بدأت تتعامل بلون أحمر. فده منطقي إن هي تكون بلون أحمر، لإن منطقي إن أصلًا الsearch ارتفع، فبالتالي النقرات هتبدأ ترتفع، هتبدأ تنخفض قصدي. تمام؟ بس أنا هنا باتكلم إن الsearch ما اتغيّرش، معدل البحث يعني ما اتغيّرش، الموضع بتاعك كمان ما اتغيّرش، تمام؟ ولكن اللي حصل إن أنت بدأت تنزل يا إما مثلًا في النقرات بسبب مثلًا الCTR، أنت كده عندك حاجة محتاج تتعدل في العناوين والكلام ده كله، تمام؟ عندك انخفضت في الposition، فأنت كده بدأت تنزل في الترتيب، فمحتاج تاخد رد فعل. عندك انخفضت في الظهور أو في النقرات، بس الposition بتاعك ده ثابت أو بيتحسن، فده معناه إن أنت مش محتاج تاخد أي خطوة، لإن أنت موضعك ثابت. بس اللي حصل إن الkeyword اللي أنت مستهدفها البحث عليها قَل. طبعًا طالما البحث قَل فأنت مش بإيدك أي حاجة تعملها، أنت ممكن موقعك يبقى عامل drop، بس هو فعليًا مش drop، هو drop بسبب انخفاض البحث مش بسبب إن شغلك سيء. فاللي بيقيّم لك الموضوع ده هو موضوع الposition، تمام؟ مثلًا هنا إيه، في الموقع ده هنا هتلاحظ إن في هنا انخفاض بدأ يحصل في الposition بسبب إن في keyword related بدأت تطلع، فده أثّر على الaverage بتاع الposition بدأ ينزل، ومن ثم الclicks بدأت تعلى بشكل كبير والimpression بدأت تعلى بشكل كبير، تمام؟ فالسيناريو هنا ده سيناريو بيقول إن أنا دلوقتي مش محتاج أتدخّل، لإن أنا بالفعل أنا كنت عارف إن أنا الحاجات اللي أنا عملتها هتأدّي إن هيطلع معايا keywords تانية، فبالتالي الposition هيبدأ ينزل معايا، ولكن في المقابل أنا رفعت النمو بشكل كبير. مثلًا مثال تاني، هنا مثلًا في increase في الclicks بنسبة 233%، بس الposition انخفض بنسبة 10%، فده مش غلط، تمام؟ أنا بس إيه باشرح الصورة العامة عشان لمّا تبدأ تعمل optimization تعمله صح، لإنك لو بدأت تاخد من الأرقام، لو حد مثلًا مش فاهم الكلام اللي أنا باقوله ده، هيبدأ ياخد أي حاجة لونها أحمر يشتغل عليها، ده غلط. تمام، ممكن تبقى تشتغل على حاجه هي اصلا مش محتاجه منك شغل، تمام؟ فده كده بالنسبه للشيت. هو مشروح قبل كده على اليوتيوب اصلا، يعني آلية استعماله والكلام ده كله وازاي تحطه وما اعرفش ايه يعني. وطبعا برضو لو حد مش عارف، يعني انت بتاخد المقارنه بتاعه جوجل سيرش كونسول بتنسخها هنا، تمام؟ بالكامل، مش بتغير ولا في اي عمود من الاعمده دول ولا في صف منهم، تمام؟ وبتسمي الصفحه دي ورك بيج، مجرد ما بتعمل الكاستم تولز دي تكليك عليها بيحلل لك الداتا. فدي كده هنقفلها عشان احنا كده ايه عدينا من السيناريو الاول في الشغل. تمام، هنبدا بقى دلوقتي ان احنا هنبدا نشتغل بقى بالفعل على الموقع بتاعنا. دلوقتي انا عندي الكيورد بتاعت فوائد القهوه على ريق دي. ده انا عندي كيورد هنا، ولنفترض يعني جدلا ان انا موقعي هو موقع الكونسلتو، تمام؟ اللي هو الموقع اللي موجود في اخر الصفحه الاولى. فدلوقتي انا عاوز اطلع الموقع ده يكون في الاول هنا. دلوقتي عندنا اكتر من جزئيه هنركز عليها. اول حاجه موضوع الاس سي والام سي. الموضوع ده كنا اتكلمنا عليه قبل كده اكتر من مره، واللي برده ما كانش حاضر الحاجات دي في الاول. باختصار شديد، انت عندك المين كونتنت وعندك السكندري كونتنت، اللي هو المحتوى الرئيسي ومحتوى فرعي او محتوى ثانوي. المحتوى الرئيسي او المين كونتنت اللي هو بنختصره في كلمه الام سي، ده بيكون الكونتنت او المضمون او المعلومات اللي بتجاوب على نيه المستخدم على حسب السيرش كويري اللي هو حاططها. دلوقتي المستخدم حاطط سيرش كويري فوائد القهوه على الريق، فاصبح دلوقتي ان الام سي عندنا او المين كونتنت هي فوائد القهوه على الريق، تمام؟ عندك الاس سي دي هنتكلم عنها بعدين، بس لازم نغطي الام سي الاول. فاصبح دلوقتي ان انت لازم تغطي المعلومات اللي تخص القهوه على الريق دي الاول، اللي هي الام سي، اللي هو اصلا النيه بتاعت المستخدم داخل اساسا عشان يوصل لها، تمام؟ طيب نستخلص ايه من الموضوع ده؟ تمام، نستخلص الخطا الشائع اللي موجود تقريبا في يعني اغلب المواقع اللي موجوده اللي الناس بتعملها، ان هو بتلاحظ ان هو وهو شغال بيكتب مقدمه كبيره، وبعد كده بيبدا يدخل في موضوع في الثاني في الثالث. القهوه صنعت سنه 1000 ما اعرفش وكام. طيب انت دلوقتي بتلف ورا المستخدم ليه؟ المستخدم او الام سي عندك، تمام؟ اللي مش عارف برضو الام سي يرجع لسلسله مقيمين جوده البحث، لان حاجه مهمه جدا. مهم دلوقتي انت عندك الام سي ان المستخدم عاوز القهوه على الريق، تمام؟ فانت دخلت في قصه تانية، فانت دلوقتي ما جاوبتش على نيه المستخدم اللي هو محتاجها، فمن الطبيعي ان انت هيكون عندك مشاكل، او ممكن تكون جاوبت بس جاوبت باختصار مبالغ فيه. وده اللي حصل عندنا في موقع الكونسلتو. اذا اخدت بالك هنا، طبعا انا مش بتكلم على موضوع كم المحتوى، تمام؟ طبعا المحتوى هنا قل، بس انا مش بتكلم ده، انا بتكلم افتراضا ان الامور في الموقع ده سليمه، تمام؟ فدلوقتي انت عندك هنا لما تيجي تفتح اول المنافس ده والمنافس ده والمنافس ده، طبعا انت بتفتح تقريبا اهم كام منافس موجودين عندك في الاول، تمام؟ يحملوا بس الاول كده، وهنبدا ايه ان انت تبدا تحط البلان بتاعتك على الموضوع ده. طيب دلوقتي هنا انت عندك ثلاث منافسين موجودين، الثلاث منافسين دول
بما إنهم في الأول عندك، فأصبح دلوقتي إن هم مغطيين معلومات أو مقدمين قيمة أنت مش مقدمها. على فكرة السيناريو اللي أنا باتكلم فيه ده، أنا هنا مستبعد قوة الدومين وقوة المنافسة والكلام ده كله، لأن ممكن يبقى المنافس اللي موجود فوقيك يكون هو كمحتوى أو كده أسوأ، بس جوجل شايفاه أحسن لأن هو موثوق أكتر منك، ما عندوش مشاكل تكنيكال والكلام ده كله. السيناريو التاني ده ماليش دعوة بيه، أنا باتكلم إن أنت كل امورك كاس اي او او كتكنيكال أو ككل حاجه يعني زي الفل، بس انت كل اللي بتعمله ان انت عاوز تحسن او تشتغل على الاوبتمايزيشن، لان انت عارف ان انت عندك فيه ضعف. تمام. دلوقتي عندي هنا هتبدا انت تاخد المعلومات اللي موجوده من المنافسين اللي موجودين دول. تمام. تجمع المعلومات اللي موجوده هنا، يا اما تحطها في شيت او تخليها حد بقى تبع الكونتنت يبدا يشتغل عليها، وبعد ما يجمع كميه المعلومات دي بالكامل يبدا يشوف ايه اللي ناقص عندنا هنا احنا كمنافسين، ايه اللي بيميز المنافس الاول ده عننا، وهتبدا تجمع كميه الحاجات اللي هو بيتميز بيها عندك، اللي هي باختصار شديد اجابه على نيه المستخدم. تمام. هتعملها بقى في ملف دوكيمنت على جنبه او الكلام ده، ايا كان الطريقه اللي تريحك. تمام. ده كده خلصنا من اول منافس. هتروح داخل على المنافس الثاني، هتبدا تجمع من المنافس ده برضو المعلومات اللي هو مغطيها، بس المنافس الاول والثاني مش مغطينها، لان هتلاحظ ان في حاجات مكرره، بس انت هتجمع من ده ومن ده ومن ده. بعد ما تخلص ده وتجمع المعلومات بتاعته، هتيجي هنا هتلاقي برضو ان ده بيتكلم عن معلومات قد يكون الاول والثاني مش متكلمين عنها. تمام. فبعد ما تجمع المعلومات بتاعت الناس دول، تمام، وبعد ما تجمع السرب اللي موجود بالكامل، لان عشان تبقوا عارفين برضو من اهم عوامل الترتيب اللي بتكون موجوده هو سلوك المستخدم، ودي من ضمن الحاجات اللي موجوده هنا اللي هنتكلم عنها دلوقتي. فلو حتى المنافس ده محتواه مش كميته كبيره في الكلمات، بس هو اجاب على نيه المستخدم وسلوك المستخدم عنده كان احسن من سلوك المستخدم عند الموقع الثاني، فده هيكون ترتيبه احسن بغض النظر عن هو كاتب قد ايه محتوى. الموضوع مش بال1000 كلمه او 2000 كلمه او الكلام ده كله، انت لو عامل محتوى احسن او الدنيا عندك مظبوطه اكتر هيكون الترتيب عندك احسن. تمام. فبالتالي فكون ان هم الاول ومستقرين في الاول، فمعنى كده ان هم اجابوا بالفعل على نيه المستخدم. تمام. فانت بعد ما هتكون جمعت البيانات دي كلها، هتبدا تجمعها وتبدا تشوف ايه اللي ناقص، وتبدا تخلي انت يعني تخلي باختصار شديد ان انت مقالك او منتجك او محتواك اللي موجود هنا مغطي جميع المعلومات اللي موجوده عند الناس دول. لان دلوقتي واحسن واحنا بندخل على المنافسين دول، المنافس الاول والثاني والثالث كل واحد فيهم متكلم في نقاط معينه. فتخيل لو انت كاخر منافس ده جمعت كل النقاط او كل نقاط القوه اللي ميزه المنافس ده والمنافس ده وده والى اخره يعني، فاصبح ان انت شامل التسع نتائج اللي موجودين، فبالتالي انت كده اخدت بوينت عندك ان انت هتطلع عنهم لان انت مغطي حاجات هم مش مغطينها. تمام. اللي هو باختصار شديد انت اجبت على نيه المستخدم وحققت المعيار الاولاني اللي هو معيار الام سي. تمام. طيب خلصنا من الام سي او المين كونتنت اللي هو ايه، كان بيتكلم في نطاق فوائد القهوه على الريق. هنيجي بعد كده على موضوع الاس سي او المحتوى الثانوي. المحتوى الثانوي ده باختصار شديد اللي هو المحتوى التكميلي عن المحتوى الاصلي، او المحتوى اللي انت بتضيف بقيمه على الاصلي، اللي هو بمعنى انا عندي هنا فوائد القهوه على الريق دي مثلا كيورد. تمام. بس ممكن يبقى مستخدم تاني محتاج يعرف معلومات تانية ليها علاقه بفوائد القهوه على الريق. تمام. الموضوع ده كان عامل لي مشكله، وده اللي بسببه اصلا عشان كده اضفتها في الاكستنشن هنا. تمام. على فكره انت ممكن تجيب من العناوين الريليتد دي، عندك هنا عناوين ريليتد برضه ممكن تجيب منها اقتراحات كام سي يعني او كمحتوى ثانوي، عندك الاسئله ممكن تجيب منها اقتراحات، عندك برضه الاكستنشن هنا كيورد كفرج هي بتحلل السرب اللي موجود هنا. تمام. كنا برضه متكلمين عنها قبل كده برضه. تمام. مجرد ما انت بتشتغل هنا بتكتب الكيورد، تمام، هو بيسيرش هنا بيشوف مين او ايه مثلا المستخدمين قد يكونوا محتاجين ايه، وركز بين قوسين هنا قد، يعني الكلام اللي قدامك ده انت مش محتاجه هو بالظبط، لا انت محتاجه هو ومحتاج تزود عليه كمان. عندك هنا فوائد القهوه عند الاستيقاظ، كيفيه استفاده الجسم، تاثير القهوه على الصحه واللياقه، دراسات علميه، كيف تحقق اقصى استفاده من ما اعرفش ايه. فاصبح دلوقتي ان الحاجات الاضافيه اللي لسه مذكوره دي بتندرج تحت مصطلح الام سي او الاس سي معلش، اللي هو محتوى ثانوي بيؤدي قيمه على المحتوى الاساسي. ولكن لازم تركز ان انت لازم تغطي الام سي لانها المضمون الاساسي بالنسبه لك. الغلطه بقى اللي انا بشوفها هنا برضو، هنعدي على اخطاء وحاجات صح، ان البعض قد يبدا يشتغل على الاس سي ويبدا مثلا بيتكلم عن فوائد القهوه على الريق، تلاقيه مثلا اتكلم ذكر فايدتين اتنين بس. تمام. وبدا يتكلم فوائد القهوه بشكل عام بقى واستفاض فيها بال1000 وال2000 كلمه في الكونتنت، فده غلط، انت كده مش شغال صح. انت طالما عندك سيرش كويري او مستخدم داخل عشان سيرش كويري معينه عاوز يوصل لنتيجه معينه، لازم تديله النتيجه دي. فكك بقى من الحاجات التانية بقى اللي موجوده الاضافيات دي، لا انت اكمل الام سي بتاعك وبعد كده ابدا افكر في الاس سي او المحتوى الثانوي. تمام. عندنا بعد كده دي حته بديهيه بس كان لازم برضو نذكرها عشان ما تفوتناش يعني. تمام. موضوع ان انت تضمن الكلمات بتاعت سيرش كونسول دي حاجه بديهيه جدا. تمام. فهي مش هنقف عندها كتير لان كله عارفها. الحاجه اللي بعد كده موضوع الاجابه على نيه المستخدم.
دي جزئيه في غايه الاهميه بشكل كبير يعني. طيب الموضوع ده باختصار شديد بيقول ايه؟ بيقول دلوقتي ان انت مثلا لو بتتكلم عن سعر منتج، ده اشهر مثال حطيته يعني. لو بتتكلم عن سعر منتج، المنتج ده انت الكيورد بتاعتك الاساسيه سعر القهوه، كام سعر يعني بنتكلم عن قهوه، تمام؟ فانت ما حطيتش سعر، انت بدات تتكلم ان القهوه تعتبر وما اعرفش ايه، وما حطيتش سعر. فانت هنا ما اجبتش على الام سي اللي هو اصلا عباره عن سعر او النيه بتاعت المستخدم ان هو داخل عشان يوصل لشيء. فانت ما وصلتش المستخدم للشيء اللي هو كان محتاجه. فاصبح دلوقتي ان انت ما اجبتش نيه المستخدم، فاصبح ان انت ما حققتش الشرط بتاع ترابط الاستعلامات اللي هو موجود هنا، اللي هنعدي عليه كمان شويه دلوقتي، تمام؟ فاصبح دلوقتي ان انت الكونتنت او الشغل اللي انت عملته بالكامل ملوش اي لازمه. عاوز اقول لك ان الموضوع كبير لدرجه ان انا ده اصلا اللي خلاني احط موضوع السعر. كان احد المجالات اللي كنت شغال فيه قبل كده، كان الاسعار فيه بتتغير بشكل مستمر. فكان حصل ان احد المرات تم ازاله السعر من المنتج، تمام؟ المنتج اختفى وفتره كبيره جدا، رغم ان هو كان احد اهم المنتجات، بس تم ازاله السعر ان هو سعره كان بيتغير، كان فتره التعويم السنه اللي فاتت والكلام ده كله، تمام؟ بعد ما تم اعاده السعر فجاه كده كل الامور استقرت وكل حاجه رجعت. يعني انت متخيل مجرد بس ذكر السعر كان قادر ان هو بالنسبه لجوجل يعني، او بالنسبه لبنج كذلك لان اختفى في بنج برضو، ان هم يطنشوا كل حاجه اتعملت في الموقع بالكامل، الام سي والاس سي والتعديلات دي كلها، وركزوا بس على نيه المستخدم. طالما انت ما اجبتش على نيه المستخدم فانت كده ما عملتش اي حاجه، تمام؟ فدي عديناها. موضوع مقارنه المنافسين هو اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه دلوقتي، تمام؟ فدي كده خلاص عديناها. عندنا بعد كده ليه مهم تجيب معلومات من نفس السرب بتاعك، تمام؟ بجانب سرب تانية. دي بقى في غايه الاهميه، لازم نقف عندها كده شويه ونحاول نحللها بشكل منطقي، تمام؟ دلوقتي لما كنا اتكلمنا في السيشن قبل كده، كنا بنتكلم فيها عن مبدأ التكرار، وازاي اصلا السيرش انجن بيعرفوا التكرار، وازاي بيوصلوا اصلا ان في معلومات مكرره، او ازاي مثلا الدوكيومنت ده، يعني هم بيقيموها بمبدأ الدوكيومنت، تمام؟ لحظه بس هدي مثال بسيط على موضوع الدوكيومنت ده. دلوقتي آم، انا برضو ايه، عشان برضو لو حد برضو حب يرجع للفيديوهات دي عشان ايه ما نساهمش بس، لان انا مش عاوز بس اطول في الفيديو وكل حاجه تكون منفصله عن بعضها، بس انت لازم ترجع للاثنين دول عشان تبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي، لان كل اللي بنتكلم فيه اصلا مرتبط ببعضه بالكامل يعني. لحظه كده، انا كنت فاتحها دلوقتي. طيب دول كده هنوقفهم دلوقتي عشان هنجيب المثال عليهم. دلوقتي انت هنا عندك الموقع ده، نفترض يعني ان موقع الموضوع ده هو الموقع بتاعك، قصدي معلش موقع الكونسلت هو الموقع بتاعك، وانت اخدت المعلومات من المصدر ده. المعلومات اللي انت جبتها من المصدر ده اللي هو بالنسبه للسيرش انجن اصبح مصدر موثوق، بيكون لي يعني بنسميها، بيكون الدوكيمنت بتاعه بيكون لي وزن. طيب احنا ليه بنسميها دوكيمنت؟ لان اصلا بالنسبه للسيرش انجن الصفحه دي بالكامل عباره عن دوكيمنت اتش تي ام ال باختصار شديد جدا جدا يعني، تمام؟ اللي هو الدوكيمنت ده، تمام؟ عشان هو بس مش ظاهر. لحظه بس اتحمل. لما الايكون بس تظهر هنا، لا مش دي، دقيقة كده هجيبها بس هنا، يمكن موقع موضوع مش عاوز يجيبها. اهو الدوكيمنت ده بنسميها دوكيمنت لان اصلا المحتوى بيكون موجود في ال HTML، فبتتسمى دوكيمنت، دوكيمنت اوثورتي او دوكيمنت اي دي او ايا كان يعني. الدوكيمنت بتاعك اللي موجود في الصفحه، تمام؟ اللي هو المحتوى بتاعك يعني باختصار شديد، بيكون موجود فيه قيمه معينه، وبيكون متسجل ان هو بيقدم قيمه معينه. كل كلمه موجوده في الدوكيمنت بقى، مش يعني هنستعمل بقى مصطلحات ادق شويه. عندك كل كلمه موجوده في الدوكيمنت اللي هي المقال او الصفحه بتاعتك، كل كلمه من دول واخده وورد اي دي. الدوكيمنت ذات نفسه بياخد دوكيمنت اي دي، وبيتم مقارنته بالداتابيز بالكامل اول ما بيتم نشره. انت متخيل الموضوع كبير لدرجه ايه؟ تمام؟ فاصبح دلوقتي لما انت بتروح بتاخد معلومه من مصدر واحد، او بتخلي او كاتب بيصيغ معلومات من مصدر واحد بس، فاللي حصل ان هو اصاغ المعلومات بشكل مختلف، هو ما نسخش، هو كتب باسلوب مختلف تمام، بس كل الكلام ده غلط. الصح هنا او اللي هيحصل باختصار شديد ان الكلمات اللي موجوده عنده او المضمون اللي موجود عند الموقع ده هيكون عند الموقع ده. وبما ان الموقع ده موضوع اللي هو اصلا اقدم وكان موجود قبل كده وكان هو اللي قدم القيمه، فانت بالتالي مستحيل تطلع على الموقع المنافس بتاعك، مهما عملت مستحيل تطلع عليه، تمام؟ عشان كده كنت من شويه كنت بقول لك ان انت ايه، بتجيب معلومات من نفس السرب، تمام؟ اللي هو بما ان المنافس الاول والثاني والثالث موجودين فوق، فهم اجابوا على نيه المستخدم. ده طبعا في اغلب الحالات، طبعا في بعض الحالات ممكن تشوف منافس في الاول قد يكون سيء جدا، بس هو مساله وقت وهينزل يعني.
فبعد ما أنت بتغطي المعلومات اللي موجودة في المنافسين دول كلّهم، فأصبح دلوقتي إن الdocument بتاعك والwords ID اللي أنت هتاخدها لمّا يتم التحليل بعد كده أو تترفع لمرحلة التحليل، هتكون كل حاجة عندك مختلفة، فده هيدّيك فرصة إن أنت ممكن تطلع فوق شوية. تمام، فده السبب اللي كان بيقول إن إحنا إيه، لازم ناخد المعلومات بتاعتنا من السرب. طيب الحاجة التانية، طيب ليه ناخدها من مكان تاني؟ في بعض الناس لمّا بيحب يشتغل بيقول لك إيه، أنا هاخد المعلومات كلّها من المحتوى الأجنبي. تمام، ده صح، تمام، وفي نفس الوقت غلط. طيب هاقول لك صح وليه وغلط ليه، وليه لازم يعني تدمج ما بين الاتنين. رقم 1، أنت عندك الsearch query اللي هي فوايد القهوة على الريق. تمام، الsearch query دي أنت اشتغلت عليها وأنت كمّلت عليها كل الشغل وطوّلت فيها والكلام ده كلّه. تمام، بعد ما عملت كل الكلام اللي أنا باكلمك فيه ده، ووصلت لنتايج كويسة، وطبعًا نتايج كويسة من ناحية أنت نظرتك لشغلك، مش قصدي في السرد. تمام، فأنت هنا محتاج تضيف قيمة على المحتوى ده، يعني أنت محتاج تضيف قيمة كذلك على الحاجات اللي أنت أخدتها من الكام منافس دول. فأنت هنا بتلجأ للمحتوى الأجنبي، لأن هو ممكن يكون محتوى مغطي حاجات أنت مش مغطيها عندك، أو المنافسين دول مش مغطيينها هنا، أو إن أنت بتدوّر في سِرب تانية. طيب سِرب تانية يعني إيه؟ يعني أنت بتدوّر مثلًا فوايد القهوة مثلًا في الصباح أو أي حاجة تانية، بتلاحظ إن النتايج دي بتتغير. تمام، فالسرب اللي غير دي بيكون فيها نتائج اخرى، فانت بتبدا تجمع من هنا من هنا، وبتبلغ الكاتب بقى ان هو المعلومات دي هيشتغل عليها ازاي، وبعد كده بتبدا تحسن فيها. تمام، فدي هنا اهم جزئيه تقريبا ممكن نتكلم عليها في موضوع في موضوع التحسين. عندنا بعد كده موضوع الاكستنشن وازاي ان هي تخدمك في في الجزئيه دي. تمام، دلوقتي هنا برضه هي مشروحة قبل كده، بس إحنا برضه هنعدّي عليها في 5 دقايق في السريع. إحنا اتكلّمنا عن موضوع الخاصية بتاعة الkeyword coverage، إن أنت لمّا بتحُط هنا بتشوف مثلًا إيه نيّة المستخدم، إيه اللي ممكن تكون محتاجاه، وبتبدأ تدّي لك زي بعض العناوين اللي أنت ممكن تستعملها. تمام، فأنت بالدمج ما بين كل ده بتوصل لأحسن صورة ممكنة للمضمون اللي أنت بتتكلّم فيه. تمام، عندك بعد كده المقياس اللي هو موجود هنا اللي هو تكرار الكلمات. طيب هل موضوع تكرار الكلمات ده بيفرق؟ لأ. تمام، كلام موضوع تكرار الكلمات وكثافة الكلمات، المقياس ده كان موجود بقى له فترة كبيرة جدًا واتمنع، بس إحنا دلوقتي بنتكلم في مبدأ تاني. تمام، اللي برضه اللي متابعين معانا من زمان هيكونوا عارفين المعلومات دي. جوجل بتختار الtitle اللي موجود هنا ده بنسبة تزيد عن 30% من نفسهم يعني، والdescription بنسبة بتعدي 60% على ما أتذكر تحديدًا كانت 63، يا 63 يا 64 حاجة زي كده. تمام، فأصبح دلوقتي إن بما إن جوجل تلقائي شافوا إن الsearch query دي، تمام، الديسكريبشن ده والتايتل ده هو اللي بيجاوب عليها، فهم تلقائي سحبوها. اغلبكم هيلاحظ دايما ده بشكل متواصل يعني ان مهما حط ديسكريبشن جوجل بتسحبه. طيب عمرك سالت نفسك هم بيسحبوه بناء على ايه؟ بيسحبوه بناء على ما يجاوب على السيرش كويري اللي محطوطه للمستخدم. تمام، فالمنطق بيقول ان بما ان هم اصلا خوارزميتهم شغاله انها بتشوف السيرش كويري والديسكريبشن اللي اتسحب بيجاوب عليه، فالمنطق بيقول ان الاجابات اللي موجوده هنا لازم تكون موجوده في شغلك. تمام، بمعنى ان انت عندك مثلا هنا مثلا كده ايه، عندك فوائد القهوه على الريق، عندك موجود بعض الفوائد اللي هو التمثيل الغذائي واليقظه العقليه وما اعرفش ايه، وعندك هنا لمستويات الطاقه والحرق الدهون وتقليل الاصابه بمرض السكري والكلام ده كله. جميع الفوائد اللي السرب او جوجل سحبتها هنا تلقائي، لازم تعرف ان الحاجات دي بالكامل لازم تكون موجوده عندك. تمام، هنا لما انت بتبدا تحلل الكلمات دي بتلاحظ هنا اهم الجمل اللي موجوده، او اهم الجمل المكرره في في المنطقه دي. تمام، فده ممكن يساعدك في حاجتين. الحاجه الاولى ان انت تبدا تختار تايتل وديسكريبشن بناء على التحليل اللي جوجل وصلت له اساسا، لان اصلا على فكره الاكستنشن مش بتحلل الا السرب اللي موجود هنا. انت لو رحت سرب تانية التحليلات دي كلها هتختلف معاك، لانها بتسحب الداتا اللي موجود هنا وبتحللها. تمام، عندك هنا الريليتد تايتلز اللي موجودين هم كذلك برضو بيتحللوا من هنا، بيتسحبوا من هنا وبتسحب ريليتد تايتلز اخرى وبيبداوا يتحللوا. تمام، فدلوقتي لما جوجل اصلا هي حللت وطلعت لك بالداتا، فانت لما تحلل الداتا دي وراهم فانت بتعرف نيه المستخدم مستنيه ايه، وبالتالي بتجاوب على نيه المستخدم. تمام، الحاجه اللي بعد كده وهو موضوع الاستراكشر الثابت، وليه ما ينفعش تلتزم باستراكشر ثابت وانت بتحسن. تمام، الموضوع ده احنا كنا شرحناه قبل كده في الفيديو بتاع اللي هو مواقع الخدمات او المواقع اللي بتقدم خدمه واحده. ليه المواقع دي لازم بعد فتره هيحصل لها دروب كبير. تمام، فالنوع ده من المواقع لازم تشوف. تمام، بس برضه هنعدي عليها في السريع. دلوقتي انت لو انت شغال على احد المواقع وانت الزمت كل التيم اللي موجود معاك ان هو يلتزم باستراكشر معين، بيحطوا عنوان معين، بيتكلموا باسلوب معين، بيجاوبوا على نقاط معينه بترتيب معين. تمام، ده مش غلط. تمام، بس في نفس الوقت مش صح. مش غلط في الاول لو الموقع لسه صغير ولسه مكمل ولسه كل امورك زي الفل، الموضوع ده بالنسبه لك هيكون بسيط وهتعدي. تمام، بس اول مع اي تحديث مثلا من تحديثات الهيلب في الكونتنت وبعد ما تكمل قدام شويه، هتلاحظ ان انت كل شغلك بالكامل بدأ يتراجع.
لان ما ينفعش تلتزم باستراكشر ثابت. طبعا لازم تشوف الفيديو ده عشان تفهم الجزئيه دي، لانها اصلا اتكلمنا فيها في ساعه كامله، فمستحيل نغطيها دلوقتي يعني. فالملخص يعني ما تلتزمش باستراكشر ثابت. تمام. لو حابب تعرف ايه الاسباب ممكن ترجع للفيديو ده. تمام. عندنا بعد كده موضوع الانترنال لينك وموضوع المطابقه التامه والمطابقه التقريبيه. دي ممكن نقف عندها شويه عشان نستفيد فيها اكتر. تمام. دلوقتي هنا انت موجود عندك بتعمل انترنال لينك هنا. تمام. طبعا موقع الكونسلتو بيعمل انترنال لينك بنسبه كبيره ببلجن، طالما الانترنال معمول بشكل عشوائي كده يبقى بنسبه كبيره هو شغال ببلجن يعني. تمام. فعملت كده غلط يعني. تمام. بس دلوقتي انت اللي بتعمل انترنال لينك. تمام. اول حاجه لازم تبقى عارف انت الانترنال لينك اللي انت بتعمله ده ان هو بالكامل بيسمع عندك، ان هو مش، وكذلك مش بالكميه يعني. السيرش كويري بتاعت فوائد القهوه على دي، لو انت ما عندكش حاجه تكون مجاوبه على استعلام او سيرش كويري تانية مقاربه للحاجه اللي انت بتتكلم فيها، فما تعملش انترنال. بمعنى ان انا دلوقتي عندي مثلا حاجه عامه عن فوائد القهوه بشكل عام، ينفع اعملها انترنال هنا، واكيد كله عارف الكلام ده. تمام. بس اللي ما ينفعش ان انا اروح لحاجه بعيده، لا انت خلي دايما الموضوع بالاولويات، خلي الفوائد بالكامل. لو انت خلصتها وقفلت معاك ممكن تلجا مثلا للاضرار، خلصتها وقفلت معاك ممكن تلجا مثلا لحاجات، لو الحاجات تانية ريليتد اكتر، وهكذا. تمام. دي مش هنقف عندها كتير لان الاغلب بنسبه كبيره عارفها وعندهم خبره فيها. بس النقطه اللي الاغلب بقى بيقع فيها وهو موضوع المطابقه التامه والمطابقه التقريبيه. باختصار شديد، دلوقتي انا بعمل انترنال لينك. تمام. عندي كلمه معينه هعمل بيها انترنال لينك على كلمه اخرى. تمام. عندك مبدئين، مبدا المطابقه التامه والمطابقه التقريبيه، بيقولوا باختصار شديد ان انت ما ينفعش يبقى عندك انترنال لينك بتعمله. هجيب بس موقع تاني عشان نعرف نجيب مثال اوضح شويه. ان انت ما ينفعش مثلا عندك متلازمه القولون وعسر الهضم والكورتيزول، عندك الاربع انترنال لينك دول. تمام. عندك الانترنال ده بيتكلم عن امراض القلب، عندك ده بيتكلم عن الكورتيزول، عندك ده بيتكلم عن عسر الهضم، عندك ده بيتكلم عن متلازمه القولون العصبي. باختصار هنا انت بتعمل انترنال لينك. تمام. فضلت مكمل طول عمرك ان انت بتعمل انترنال لينك على المقال ده بكلمه متلازمه القولون، على المقال ده بكلمه عسر الهضم، على المقال ده بكلمه الكورتيزول، على المقال ده بكلمه امراض القلب. انت كده بتعمل حاجه اسمها اوفر اوبتمايزد. تمام. ده قدام هيجيب معاك نتيجه عكسيه في الانترنال لينك، نتيجتها العكسيه او الضاره مش بتكون كبيره جامد يعني، لا بتبقى يعني وسط. تمام. بس في الباك لينك طبعا ده مش موضوعنا يعني، بس هتجيبك الارض يعني، ممكن تخلي الموقع يتعاقب. بس خلينا طبعا في موضوعنا دلوقتي اللي هو في نطاق الانترنال لينك. تمام. طيب ازاي هتفرق ما بين التامه والتقريبيه؟ المطابقه التامه بتقول ان انت لو عندك كيورد معينه، تمام، على فكره هي ظاهره تحت هنا بس عشان بس بتروح. تمام. عندك هنا مكتوب هنا بعسر الهضم. تمام. والمقال اساسا بيتكلم عن ما اعراض عسر الهضم اللي هو ظاهر تحت هنا بس بيروح. تمام. فدلوقتي انت هنا هتبدا تنوع الانكور تكست بما يجيب على الانترنال لينك اللي انت عامله. بمعنى ان بعض الانكور تكست ممكن تعملهم عسر الهضم، واحد مثلا ممكن يكون اعراض، واحد مثلا ممكن يكون بصيغه اخرى. تمام. ايا كانت الصيغه، المهم ان انت تنوع وما تلتزمش بطريقه واحده بس وانت بتعمل انترنال لينك. لان انت لو كملت في موضوع المطابقه التامه في الانترنال لينك طول عمرك على فتره كبيره من الموقع هيتاثر بشكل سلبي وبشكل سلبي بشكل كبير كمان. تمام. عندك بعد كده قياس السلوك، ودي اكتر واحده تقريبا ممكن نزوم بقى على الصورتين دول عشان نتكلم عليهم بقى بشكل اكبر شويه. تمام. عندك حاجتين هتعتمد عليهم وانت بتقيس السلوك. عندك رقم واحد موضوع كلاريتي، وعندك رقم 2 جوجل اناليتكس. تمام. هتسيب التحليلات بالكامل، احنا عندنا جوجل اناليتكس عاوزين بس نركز على الموضوع بتاع مده تفاعل المستخدم. تمام. اللي هو باختصار شديد المستخدم قعد قد ايه في الصفحه اللي انت حسنتها. انت هتعمل مقارنه او هتشوف مثلا الاوبتمايزيشن اللي انت عملته مثلا او الشغل اللي اتعمل ده اجاب على نيه المستخدم ولا لا. هتشوف الافريج تايم ده، هتبدا تقيسه بعد شهر او شهرين وتشوف بنسبه كبيره اذا انت بدات الارقام هنا تختفي او مش تختفي، تنزل معاك وبشكل كبير. على فكره هي كل شهر بتطلع وبتنزل، ده طبيعي جدا لان سلوك المستخدمين محدش يقدر يتنبأ بيه. بس انا بتكلم في المعقول. لو لاحظت ان كل اسلوب التحسين بتاعك كل الارقام دي بدات تنزل، يبقى انت كده رقم واحد شغال غلط. تمام. او ما عملتش المطلوب بشكل صح. دي حاجه هنمسح بقى دي وهنطلع على المقياس الاهم اللي هنركز نقف عنده شويه، وهو موضوع السكرول ديبس، وهو موضوع الاكتيف تايم سبنت. تمام. ده على فكره هو بتاع جوجل اناليتكس، بس الفرق ما بين كلاريتي واناليتكس ان كلاريتي بيحسب السيشن من اولها لاخرها. بمعنى يوزر دخل دلوقتي، تمام، قعد يتفاعل من الصفحه للثانيه للثالثه لحد اخر صفحه. كلاريتي بيحسب من اول مرحله اليوزر الاولانيه لحد اخر مرحله. اناليتكس بيحسب اخر سيشن لليوزر، يعني لو اليوزر في اخر سيشن ما عملش اكشن وطلع منها بسرعه هتلاقي الوقت اقل. تمام. فعشان كده موضوع الوقت بتقيسه اكتر او ادق بشكل كبير من كلاريتي.
تمام، بس برضه ارقام اناليتكس مهمه جدا. ده كده مقياس عرفناه. المقياس اللي بعد منه موضوع السكرول ديبس. السكرول ديبس ده باختصار شديد اللي هو المستخدم قاعد يعمل سكرول لحد امتى. يعني مثلا انا هنا، انا سكرول ديبس لحد هنا كده النص بالظبط، انا كده عملت سكرول ديبس بنسبه 50% تقريبا. تمام. طيب المقياس ده بيفيدك في ايه؟ بيفيدك بان دلوقتي عندك بتلاحظ ان انت السكرول ديبس عندك 10% مثلا، يعني اللي هو المستخدم بيوصل لحد هنا تقريبا، قول دي 10% وبعد كده بيطلع. تمام. فده معناه ان انت من بعد ال 10% عندك مشكله في الكونتنت بتاعك، يا اما ما جاوبش على نيه المستخدم، يا اما عندك ايا كانت المشكله اللي موجوده، بس انت لازم تعرف ان عندك مشكله. كل ما السكرول ديبس ده بدأ يزيد معاك وبدأت تكون كميته أكبر، كل ما كان ده أفضل إن أنت بتخلّي الusers بتوعك يكمّلوا للآخر. طيب هل الscroll depth ده بيكون 100% والكلام ده كلّه؟ لأ مستحيل، ما فيش موقع في العالم هتلاقي الscroll depth فيه 100%. تمام. الscroll depth بيطلع وبينزل لإن أنت عندك كمية كبيرة من المستخدمين بيدخلوا الموقع، ومش كل الناس بتقرأ الcontent بتاعك بالكامل. تمام. لما انت تيجي تحلل سلوك المستخدمين او تشوفهم على هوجر او كلاريتي اللي هم وانت مسجلهم فيديو يعني وكده، هتلاحظ ان نسبه كبيره منهم بيعملوا كده، بيمشي كده بسرعه، بيقف مثلا عند حته يقراها وبعدين يمشي كده، الا طبعا فئه ضعيفه جدا جدا اللي بيكمل من اول لاخره. تمام. فانت السكرول ديبس ده بيكون برده مقياس انت بتعتمد عليه. تمام. فاحنا كده عدينا الموضوع بتاع السكرول ديبس. تمام. عندنا بعد كده موضوع الترايم كونتنت. تمام. موضوع الترايم كونتنت ده باختصار شديد ان انت مش دايما كل الشغل هتعمل له تحسين، بمعنى ان انا دلوقتي ان انت بتعمل اوبتمايزيشن عشان تحافظ على نتائجك. تمام. بعد ما حاولت تحافظ عليها وحاولت تشتغل عليها وحاولت تعمل اقصى قدراتك، تمام، بس قد يكون انت بتحسن او بتشتغل على حاجه هي بالفعل ما بقاش ليها مكان في الموقع عندك. تمام. او بعباره اخرى هي مثلا كانبلايزيشن من حاجه تانية عندك. تمام. او مثلا اتنين مقال او اتنين منتج بيلفوا حوالين نفس الفوكس كيورد وبشكل ضيق، من الاخر حاصل كانبلايزيشن. فانت مهما عملت ومهما بذلت جهد فيهم الاثنين، فانت باختصار شديد بتضيع جهدك. فالنوع ده من السيناريوهات بتبدا ان انت ممكن تتخلص منها احسن. طبعا التخلص هنا مش مستحاذ، مقصود ريدايركت، تعيد هيكله المحتوى تخليه يناسب كيورد ثانيه اصلا. تمام. تحذفه اصلا لو هو حاجه مش كويسه، تمام، يعني بيضر موقعك. تمام. بالاخص ان لازم تكون عارف برضو ان دلوقتي بدا يتم قياس سمعه الموقع على سمعه المحتوى اللي موجود فيه. بعباره اخرى، ممكن تبقى انت اشتغلت على المقال ده وحسنت فيه وعملت فيه شغل اعظم من اي منافس موجود في السوق ليك، ولكن انت مش طالع. قد يكون بسبب ان انت عندك مشكله على قيام الموقع بالكامل، يعني انت عندك حاجات كتير كانت بايظه لسه ما حسنتهاش. لما تبدا تحسن كله هتلاحظ ان الحاجات القديمه اللي انت محسنها بدات تطلع معاك. الموضوع كله مرتبط ببعضه. بمعنى عندك 100 مقال، ال 100 متبهدلين، حسنت اتنين بشكل بروفيشنال جدا، الاثنين دول ممكن ما تلاحظش فيهم اي تاثر لان انت عندك سمعه الموقع او الصوره اللي متاخده عن موقعك بالنسبه للسيرش انجن بالكامل سيئه، فاصبح ان الاثنين اللي انت عملتهم مش هيجيبوا معاك فايده. فعشان كده اول ما بتلف على ال 100 بالكامل او كل حاجه موجوده بالكامل، بتبدا معاك الارقام القديمه او الحاجات القديمه زي مثلا ده، كل ده بيبدا يطلع معاك في المستقبل. تمام. ده كده الاساسيات تقريبا اللي نقدر نقول بنمشي عليها. طيب هنرجع بقى للنقطه اللي كنا بنتكمل في اللي بنتكلم فيها بقى، اللي هو المقدمه اللي هو هنطبق عليها بقى الكلام اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه هنا. تمام. دلوقتي عندك موضوع السيناريو الثانوي او الروتيني. تمام. ده سيناريو روتيني ان انت باختصار شديد القاعده بتقول اي محتوى او اي حاجه موجوده طالما مش بتتحدث مصيرها هتنزل، لان انت عندك المنافسين مش بيبطلوا تحديث. طبعا بعض المجالات بيكون يومي او اسبوعي، بعض المجالات سنوي، انت والمجال بتاعك يعني. تمام. فانت هنا عندك ده ممكن تعمل لها جدول زي ما انا بعمل معاه يعني. تمام. وده شيء يرجع لك. في ناس ممكن تعدي سنه او سنتين مش بتعمل تحسين والامور معاها بتبقى زي الفل. تمام. طول ما انت المستخدمين عاجبهم المضمون عندك فانت هتكون موجود فوق، الا طبعا لو منافس عمل احسن منك يعني. تمام. عندك موضوع بعد كده موضوع السيناريو الانخفاض بسبب المنافسه. في هنا كومنت صغير، في رساله ظهرت، ماشي. في هنا كومنت صغير بس هنقف عنده بس دقيقه، وهو ان بعض الاشخاص اللي بيستعملوا البوزيشن تراكنج بتلاحظ ان هم اذا لاحظوا انخفاض حصل النهارده بتلاقيه النهارده بيبدا يشتغل يعمل اوتومايزيشن. لا ده غلط. تمام. اللي بيحصل في عندك حاجه اسمها رانك موديفاير انجن شرحناها قبل كده. تمام. وعندك حاجه اسمها سيرب دانس او جوجل دانس برضه شرحناها قبل كده. باختصار شديد جوجل بتعمل اي بي تيستنج ما بين النتائج دي بالكامل. بتبدا مثلا ده نتيجه اولى وما يستحق النتيجه الاولى ومستقر في النتيجه الاولى، بس لازم بعض المستخدمين هتلاحظ ان جوجل بتطلع ده او ده او ده في النتيجه الاولى والتست عليهم او يومين او ساعه او ساعتين او على مستخدم او على مستخدمين تشوف سلوكهم والكلام ده كله. فانت لما تلاقي نفسك بدات تنزل مش من اول يوم بتاخد رد فعل، قد تكون انت اساسا كل شغلك سليم 100% وانت كنت فكرت نفسك بتنزل فاخدت رد فعل، فانت التقييم بالنسبه لك او بالنسبه للسيرش انجن بدا يتغير فهتلاقي نفسك بدات تنزل.
فدي عندك ده غلطه. تمام. نرجع تاني. طيب امتى هتاخد رد فعل؟ لما بتكون عامل بوزيشن تراكنج طبعا باي تول من اللي ذكرناهم. على فكره انت اصلا لو كتبت في جوجل بوزيشن تراكنج هتلاقي بدل التول 1000 تول. انت بقى ايه بدماغك انت اللي بترتاح فيها استعملها. تمام. دلوقتي هتبدا تاخد رد فعل بعد ما تلاحظ ان انت بدات تنخفض على مدار اكتر من يوم. بمعنى انت عامل بوزيشن تراكنج بشكل يومي. تمام. لاحظت ان في كيورد معينه النهارده نزلت نتيجه، بكره رجعت النتيجه دي، بعده مثلا طلعت 5، بعده نزلت 5. لا ده عادي، كل ده بيحصل في الويب بشكل متواصل. تمام. هتبدا تاخد رد فعل لما تلاحظ ان في كي وورد معينه نزلت النهارده نتيجه، مثلا كانت اولى مثلا نزلت ثالثه. تمام. فضلت في ثالثه اسبوع، بعد اسبوع نزلت 5، بعد مثلا شهر ولا حاجه زي كده استقرت، بعد فتره نزلت تاني. لا انت هنا عندك مشكله. فلما تبدا تعمل بوزيشن تراكنج وتلاحظ ان الدنيا بدات معاك تنزل ومستمره في النزول مش استقرار، ما بتبدا تاخد رد فعل. ولكن لو مجرد نزول سريع مش بتبدا تاخد رد فعل، لانك لو اخدت رد فعل هيبقى حاجه غلط. تمام. عندك بعد كده سيناريو الانخفاض بسبب التحديثات، ده معروف طبعا هتهد الموقع وهتبنيه من تاني لو تطلب الامر ذلك، ومتكلمين عنها هتلاقي الفيديو موجود على اليوتيوب. تمام. عندك سيناريو بقى اللي هنقف عنده بقى شويه وايه هنشرح عليه بناء على الكلام اللي فات ده، وايه اللي هينفع تطبقه وايه اللي مش هينفع تطبقه. دلوقتي عندك السيناريو بتاع الاستقرار وتحسين من اجل التحسين فقط. دلوقتي انت موجود مثلا في نتيجه ثالثه ومستقر بقالك سنه. تمام. وعاوز تطلع. تمام. انت هنا عندك حل من الاثنين. تمام. يا اما تبدا تاخد الخطوه المتهوره اللي انا مش بفضلها، ان انت تعمل اعاده هيكله بالكامل. تمام. وتحسن بالكامل. عاوز اقول لك انت ممكن تطلع، بس برضو حتى لو انت من نظرتك حسنت برضو ممكن يبقى كسيرش انجن ان هم شايفينك بمنظور تاني خالص وينزلوك. فدي المشكله. فالموضوع ده بيكون يعني زي ايه، زي خط احمر شويه كده، اللي هو انت ايه عندك نسبه قلق. تمام. ولكن هل معنى كده ان انت بتسيب النتائج زي ما هي؟ اكيد لا. تمام. اللي بيحصل هنا ان انت مش بتعمل اعاده هيكله كبيره. بمعنى شايف كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، الام سي والاس سي والمقارنه والكلام ده كله، بتبدا تحسن بس في نطاق المعقول. بمعنى تقدر ان انت توزع التحسين 5% 5%. يعني انت عندك مثلا المنافس ده متفوق عليك مثلا بقيمه معينه، المنافس الثاني متفوق بقيمه اخرى. هتبدا انت تحسن عندك بس بشكل معقول شويه بشويه. بعد مثلا اسبوع اسبوعين النتائج تكون مستقره، تبدا تزود اكتر، تبدا تزود اكتر وهكذا. تمام. لان انت لو عملت تغيير كبير على حاجه نتائجها مستقره للاسف ممكن تنزلها. تمام. وطبعا مش معنى كده ان هي دايما هتنزل، لا انت ممكن تطلعها عادي جدا، بس ايه فيها نسبه ريسك يعني. تمام. هنيجي على الجزئيه الاخيره اللي هو موضوع ال ال بي والانتيتس والكلام ده كله. تمام. موضوع موضوع ترابط الاستعلامات ده انا شرحه في الفيديوهين دول قبل كده، ان انت ازاي تخلي الاستعلامات بتجاوب على بعضها، وازاي بيكون في استعلام بيجاوب على استعلام تاني. ده مش هينفع نشرحه دلوقتي لان هو موضوع كبير، فانت لازم تفهمه كويس جدا. فلازم ترجع للفيديو بتاع سلسله تشريح محركات البحث. تمام. ولازم ترجع لموضوع شرح الاستعلامات. تمام. الامور دي مشروحه هناك بشكل ادق، لانها اصلا كانت مخصصه ليهم، يعني كل واحد فيهم تقريبا في رينج الساعه. دي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه عندك موضوع ال ال بي والانتيتيز كذلك مشروحه. تمام. برضه هترجع لهم في الفيديو الثاني عشان تفهمها. الجزئيه الاهم موضوع على فكره الكلام ده كله هنستفيد فيه في سيشن مفصله اصلا. تمام. لاحقا يعني، لان ده هتحتاج اكتر من ساعه او ساعتين اصلا. ان ازاي تعمل شبكه استعلامات زي دي. انا كنت عاملها اصلا هنا من شويه، اللي هو زي دي كده. تمام. اللي هو انت بتبقى عندك موجوده شبكه استعلامات بالكامل. تمام. وتبدا تتربط، عاوز تحديث، وتبدا تتربط ببعضها وتشوف ايه اللي مين بيودي على مين، وال زي ايه بتسميها ايه، ما اعرفش مش معنى رود ماب لا مش رود ماب، خريطه ذهنيه، لا ولا خريطة، هي اصلا والله ما فاكر اسمها ايه، بس شبكه عصبيه ليها مصطلح كده بالانجليزي انا مش فاكره. بس باختصار شديد ان انت بيكون عندك زي شكل كده، عندك حاجه مرتبطه بحاجه فودت على حاجه وجابت على حاجه والكلام ده كله. تمام. الكلام ده كله ليه اكتر من طريقه. بتعملها كملف جيسون يعني، وبيكون في تحليلات يعني زي الملف اللي موجود هنا. على فكره الملف ده بالكامل هو شكله النهائي ده، الشكل ده انت شايفه هنا. تمام. فده برضه هيكون ليه يعني جزء خاص بيه. تمام. عندك موضوع تحليلات الانتيتيز برضه، ده برضه مش شارحينه قبل كده، بس برضه هنعمله في جزء خاص بيه. فاحنا بس عشان الوقت كده، فلو في سؤال كده هنعديه في السريع، والحاجات التانية هنستفيد فيها لاحقا يعني باذن الله. مشكلة كتاب بعيد الصياغة، لأ ما هي دي للأسف بتكون من مسؤولية الSEO. أنت مسؤوليتك كSEO إن أنت توجه الكاتب صح. الكاتب لو سلم شغل مش بالشكل المطلوب بترجع له الشغل اللي سلمه. تمام. بمعنى ان انت ممكن توجهه تقول له ما تشتغلش من مصدر واحد، اشتغل من 5 6 مصادر. تمام. وممكن انت تحط له المصادر اللي هو اشتغل منهم، وممكن هو بعد ما يشتغل يحط لك المصادر اللي هو اشتغل منها. تمام. تقول له حط لي المصادر.
تمام، فتبدا انت بعد ما هو سلمك تخش المصادر تشوفه هل بالفعل اعتمد على معلومات من مصدر مختلف ولا لا. هو انا عندي كتاب بس هم خاصين بالتيم بتاعي، فدي بقى ترجع لك، لو في حد متاح ممكن ابعته لك عادي، مش ما فيهاش ازمه يعني. بس باختصار شديد يعني اي كاتب ايا كان لازم انت توجهه، لازم جدا جدا يعني الموضوع ده، ولازم كذلك برضو تراجع وراه. زي الفل، تمام. احنا هنقف دقيقه كده، لو مفيش حاجه ان شاء الله هنقفل بقى ونبقى نتقابل في ميتنج تاني باذن الله. هو انت لو قصدك الاي بي تيستنج بتاع جوجل اللي هو بتاع السيرب اللي موجود هنا ده، فده احنا مش بنعرف نعمله، ده جوجل هي اللي بتعمله عشان تبدا تقارن النتائج دي، احنا مش بنتحكم فيها خالص، وهم اصلا مش بيقولوا بيعملوه بنسبه كام، يعني هم بيعملوه كده منهم ومن نفسهم. هتعرف تلاقي اثباتات الموضوع ده اكتر لما تعمل بوزيشن تراكنج، هتلاحظ ان جوجل بشكل متواصل لما انت تحلل السيرب او تاخد سكرين شوت من السيرب في فتره معينه مثلا، وتيجي تاخدها بعد تاني يوم او ثالث يوم، هتلاحظ ان السيرب ده بالكامل ترتيبه بيتغير، فهم اللي بيعملوه. ده اذا قصدك على الاي بي تيستنج بتاع السيرب. اذا قصدك على الاي بي تيستنج بتاع الموقع بتاعك هنا، فدي بتعملها من جوه جوجل اناليتكس، تمام. هي ما شرحناهاش قبل كده، بس لو كده ممكن نتكلم عنها عادي، تمام. باختصار شديد يعني ان انت زي ما بيكون عندك فيرجن من صفحه، مثلا الصفحه دي تمام، بتعمل تحسينات عليها وبتعرض الفيرجن ده لفئه من المستخدمين وفيرجن تاني لفئه تانيه من المستخدمين، تمام، عشان تبدا تقيم من هنا لهنا، تمام. ولكن ده مش هينفع في السيناريو بتاعنا، الموضوع ده بتعمله لو انت بتحسن التصميم بتغير في اليو اي واليو اكس، بس لو انت بتحسن الاوبتمايزيشن اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، فانت عشان كل حاجه تحسنها تعمل لها اي بي تيستنج يعني، صعب جدا جدا يعني. عاوز اقول لك اصلا في برضو حاجه مهمه، انت ممكن تعمل اي بي تيستنج اصلا بشكل يدوي، انت عندك كلاريتي، كده كده كله عارف ان كلاريتي بتسجل لك فيديو، على فكره ما بلاش حد يستعمل هوجر، يعني هوجر بتقل الموقع جدا يعني، خليك في كلاريتي، تمام. انت عندك كلاريتي، ممكن ترجع مثلا لتسجيلات مقال معين النهارده مثال يعني، تمام، وترجع له في تسجيلاته مثلا الشهر اللي فات او الاسبوع اللي فات مثلا، تمام، وتشوف سلوك المستخدم من اسبوع وتشوف سلوكه دلوقتي، لو انت حابب بقى ايه تعمل اي بي تيستنج بس ايه بدائي شويه، انا على فكره بستعمل الطريقه دي اصلا، لان عشان انت تعمل اي بي تيستنج وتظبط الايفنت بتاعته على جوجل اناليتكس وتبدا تقيم وتعمل تراكنج والكلام ده كله، لا مساله وقت ووجع دماغ، فانت عندك كلاريتي بتسجل لك كل حاجه اصلا بشكل تلقائي، فلما تكون بتحسن كميه كبيره كلاريتي هتسهل عليك اكتر الموضوع ده. شكرا لله بالتوفيق. المهم يعني احنا كده، هنكتفي باذن الله بخصوص الموضوع الخاص بالخرائط بتاعت الجيسون والكلام ده كله، وازاي تتحط كده وازاي تطلع خريطه والكلام ده كله، تمام. الموضوع ده بقى هو ده الليفل بقى الادفانسد شويه من التحسين. طيب بما ان قبل ما نقفل الميتنج يعني ممكن ندردش دقيقتين على الموضوع ده، تمام. هو كده كده مش موضوعنا يعني، بس هنتكلم عنها باختصار شديد يعني، تمام. دلوقتي احنا عندنا المبدأ الاساسي بتاع ده لقطه من سيشن قبل كده، تمام. انت هنا عندك استعلامات بتجاوب على بعضها، تمام. الاستعلامات دي مثلا بتشير لان مثلا في عايز بس نكبرها، الاستعلامات دي مثلا بتشير ان في استعلام معين بيجاوب على حاجه معينه ومربوط بحاجه معينه تانية، فانت لما بيكون عندك زي خريطه ذهنيه من تحليلات المنافسين، تمام، او بتعمل اكتر من خريطه، خريطه مثلا للمنافس ده، تمام، وخريطه للمنافس ده، تمام، وخريطه للمنافس التاني مثلا، تمام، وبتبدا تقارن الاليه بتاعتهم طالعه ازاي، بتبدا يعني ايه بالبلدي كده لمبه بتنور في دماغك في مكان معين ان المنافس ده عنده حاجه مش عندك، فبتبدا تظبط الاستعلامات بتاعتك والكلام ده كله، تمام. ولكن في حاجه مهمه، موضوع الاستعلامات ده ممكن يتعمل بطريقه تانية، ان انت بتجاوب على الاستعلام من بعيد، بمعنى ان انت عندك الاستعلام اللي كنا شرحناه في المثال ده، اللي هو جورج واشنطن اللي كان رئيس في امريكا سنه 1973 على ما اتذكر يعني، تمام. فلو انت سالت جوجل يعني او اي سيرش انجن مين هو رئيس امريكا اللي اتعين في السنه اللي في 1973 مثلا يعني، انا مش فاكر بصراحه اتعين في السنه دي ولا لا، بس ده اللي انا فاكره يعني،
تمام. فانت دلوقتي تلقائي بما ان جورج واشنطن، بما انه رئيس امريكا كذلك، وبما انه مربوط بالاستعلام الخاص ب 1973، فبالتالي الثلاثه دول ثلاث استعلامات مربوطين ببعض، فبالتالي ما ينفعش تعمل تحسين بدون الثلاث استعلامات دول ما يكونوا موجودين عندك. ده تبسيط مخل للموضوع يعني، بس هو الموضوع اكبر من كده شويه. شكرا لله بالتوفيق. الميتنج هو كده هيقفل، فنلقاكم في فيديو اخر باذن الله. يلا بالتوفيق.